بن شرقي على أعتاب نادي الزمالك بعد وساطة شيكابالا. اترددت في الفترة الأخيرة أخبار انتقال النجم المغربي أشرف بن شرقي لنادي الزمالك، ولكن الموضوع لا زال في إطار المفاوضات. الزمالك عرض على بن شرقي العودة إلى الزمالك مقابل مليون دولار، إلى أن اللاعب طلب مليون وربعمائة ألف دولار، وفي محاولات لإقناع اللاعب بتخفيض المبلغ إلى مليون ومئتين ألف دولار. وتدخل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء في خط مفاوضات النادي مع اللاعب بسبب الصداقة والعلاقة القوية ما بينه وما بين أشرف شرقي، عشان يقنعه بأرض القلعة البيضاء وارتداء القميص النادي من جديد. ويعتبر المغربي أشرف بن شرقي جناح فريق الزمالك والريان القطري السابق أحد أبرز الأسماء اللي بتتردد على الساحة الرياضية في مصر مع كل ماركاته، وده لارتباط جماهير القلعة البيضاء باللاعب المغربي اللي نجح في ترك بصمة مع الفريق خلال الفترة اللي لعب فيها للزمالك. وفي فترة الانتقالات الصيفية الحالية اتردد اسم بن شرقي داخل أروقة نادي الزمالك من جديد على أمل عودته في ظل انتهاء تعاقده مع الريان القطري، وأصبح لاعب حر، وده خلى فرص انتقاله أسهل وأوفر من كونه مرتبط بعقد مع أحد الأندية.